الشيعة عباد القبور، عباد التربة، واللي حتى القرآن ما سلم منهم. راح اكشف حقيقتهم وحقيقة اكبر تجمع يصير عندهم للشرك بالله، تجمعهم لزيارة الأربعين مثل ما يسموها، واللي يصير ما يصير بيها من ممارسات تجسد كل معتقداتهم المغلوطة. قبل لا تهاجمني او تأيدني احب اقول لك اصبر علي، لان اني ما راح احكي شي من عندي، كل شي راح اخليك تشوفه بعينك. لان للمرة الاولى يتجرأ شخص ويوثق بالصوت والصورة الحقيقة كاملة، لذلك لطفا تابعني للنهاية. زيارة الأربعين من الزيارات المستحبة الأكيدة حسب روايات الشيعة. يتجمع أتباع هذا المذهب من كل دول العالم بأيام معدودة داخل العراق. ماكو فرصة أفضل من هاي حتى نكشف الحقائق. حقائق هواي نسمع عنها بس عمرنا ما شفناها على أرض الواقع، لذلك صار لازم أدخل بينهم وأدي عن انتمائي للمذهب وتشيعي من فترة قليلة حتى أقدر أسأل وأستفسر من دون ما حد يشك بيه، ويكون الكل حاب يعلمني أفكارهم ومفاهيمهم ومعتقداتهم. ركبت السيارة وتوجهت للشارع الرابط بين مدينة النجف ومدينة كربلاء، وهناك شفت مشهد مهول، أعداد كبيرة من الناس تاركة وسائل النقل ورايحة صوب كربلاء مشيا على الأقدام. ما أعرف شنو أصل هالموضوع، بس ممكن أفهم بعد ما أختار المكان المناسب اللي تبدي من عنده رحلتي نحو الحقيقة. صار وقت صلاة المغرب، وكل الحسينيات اللي كانت مشغلة ردات ولطميات وقفت فعالياتها، وسمعنا بدلها صوت الأذان يرفع حتى تدعو الناس للصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبالفعل صلاة جماعة بكل مكان وبكل حسينية، وهذا وقت مناسب جدا حتى أكشف حقيقة أول الأمور. أولا، الشيعة ما يتوجهون للكعبة المشرفة بصلواتهم، وإنما يتوجهون لقبور أئمتهم وقبر الحسين على وجه الخصوص. ظليت واقف أنتظر حتى أدخل الموضوع بالطريقة اللي راسمها بذهني. خلصت الصلاة وتوجهت لرجلين كبار بالسن واستعملت الوتر العاطفي مثل ما قلت لكم. أنا داخل بالمذهب الشيعي من أشهر وما أعرف كل تفاصيل المذهب، وباغتتهم بالسؤال عن اتجاه قبر الحسين حتى أثبت لكم كيف هم متوجهين بصلاتهم صوب قبره. اتجاه قبر الحسين من هذا الطريق اللي ماشي هسه الزوار، بهذا الاتجاه. بهذا الاتجاه. لعد عفوا أنا أسأل إذا بهذا الاتجاه هو قبر الإمام الحسين؟ نعم. زين انتم ليش من كنتوا تصلون بالاتجاه الثاني؟ نصلي باتجاه القبلة، باتجاه بيت الله الحرام. انا اللي سامع انه يعني الشيعة يصلون نعم. باتجاه قبر الحسين. لا، ما ممكن هذا الحكي، لحد الان ما جرى هذا الشيء، لا قبل ولا بعد ولا الى آلاف السنين. هو محمد صلى الله عليه واله وسلم عبد لله سبحانه وتعالى، والحسين عبدا لله، وامير المؤمنين علي بن ابي طالب عبدا لله. انا يعني سامع شيء اخر، ما ادري يعني هذا الشيء سامعه مو صحيح. هذا السامعه مو صحيح. ماكو واحد عبد من عبيد الله يصلي غير لله سبحانه وتعالى، العباده لله فقط، العباده لله فقط. طيب أول أمر ما فلح وياي الحجي رغم بساطة كلماته، لكنها كانت كلمات واضحة وصريحة. قال رسولنا وأئمتنا هم عبيد لله وهم نفسهم يصلون صوب القبلة، فشلون إحنا نتوجه بالصلاة باتجاه عبيد الله؟ طيب قد تكون هالمسألة منقولة عن الشيعة بشكل غير صحيح، بس اكو شيء ثاني مرتبط بصلاتهم وهو موضوع سجودهم. تعرفون الشيعة يعبدون شيء اسمه تربة، ويعتقدون بعدم قبول صلاتهم إذا ما كانت على التربة، بس هذا الشيء لازم أتكلم بيه ويا أشخاص ثانيين حتى ما ينكشف موضوعي. وأني أمشي شف الشخص يصلي بحديقة حسينية واستغربت ما كان حاط تربة أمامه، فرحت قعدت يمه وتكلمت وياه بأسلوب مختلف وهو أسلوب الناصح. فقلت له يا شاب ترى صلاتك ما مقبولة. ليش؟ لأنه ما حاط تربة تسجد عليها، يعني ما أعرف أنت وين جاي تسجد؟ احنا التربة مو واجب. اللي سامع بأنه إحنا يعني كشيعة، باعتبار أنا صرت واحد من عندكم، إحنا كشيعة نعبد هذه التربة اللي هي يعني هذا القرص مال التراب. لا حبيبي، هاي الرواية عن التربة، احنا محبة بالإمام الحسين نصلى على التربة، ولا هاي شوف هاي الزوار كلها تعبد الله، احنا نصلى على أي شيء الله محلله، على النبات، على هاي التربة الخالقها رب العالمين. الإمام الحسين هو استشهد على مود الصلاة، على مود الإصلاح، على مود الدين. هو استشهد على مود الصلاة، هو استشهد على مود الإصلاح، على مود الدين.
الحسين استشهد من أجل الصلاة، هذه عبارة كبيرة بمعناها. لا بأس أنه نعترف، لكن بس بهالمقدار، أنه هالأمرين اللي متعلقات بصلاة الشيعة هي أمور مكذوبة ملفقة عليهم. بس راح أراويكم كيف أنه بقية الأمور موجودة وحقيقية. كملت طريق المشي ويا الناس، أمشي وأنا أقرأ بأسماء الحسينيات والمواكب. صار قراري أنه أختار واحدة منهن وأتكلم وياهم وأطلب منهم قرآن شيعي، لأن تعرفون الشيعة ما يعترفون بقرآن عامة المسلمين، وإنما عندهم قرآنهم الخاص اللي ينطوه أسماء مختلفة ويربطون الأسماء بأهل البيت، قرآن فاطمة أو قرآن علي وهكذا. وصار اختياري على هذا الموكب، وحددت الشخص اللي أطلب منه طلب بسيط، وهو أنه أنا محتاج قرآن، فهذا اللي صار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة شلون الله. الحجي؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك يبارك فيك. الله يسلمك. حجينا انا اول مره بطريق كربلاء يعني اتوجه للامام الحسين، عليه السلام. فقلت ادخل بموكبكم واريد اقرا قران، عندكم قران؟ موجود. ايوه قرائين مو قران. يلا يا ريت والله. اهلا وسهلا. اي والله محتاج اقرا. جيبوا لنا قران من البوف يا والله. بالفعل راح واحد من الشباب وجاب القرآن من داخل الحسينية، فأنا استغليت الوقت وتكلمت ويا الحاج صاحب الموكب بأنه محتاج أسولف وياك داخل الحسينية، وهذا الحديث اللي دار بيناتنا. عفوا حجي، متاكد هذا القران اللي الشيعة يقرؤوه؟ لانه هسه بدايه هو يبدي بسوره الفاتحه. نعم. زين. نعم. وهذه سوره البقره. نعم. وبقيه السور اعتقد مثل ما هي. احنا بالحج. نعم. بالحج ينطونا هديه كل حاج. زين. من يرجع بعد اداء منسك الحج زين. يعطوه هديه بالمنافذ الحدوديه او بالمطارات. زين. الحمد لله احنا الله رازقنا من خلال هاي الخدمه حج بيت الله كثير يعني. ما شاء الله. فاغلب قرائننا الموجوده هسه بالمكتبه عندنا هي اصلها المملكه العربيه السعوديه. زين. قرائنهم تنقرب حسينياتنا. زين. قرائنهم تنقرب حسينياتنا. تدري نسمع كلام هواي بانه الشيعة عندهم قرآن خاص بيهم، بس مو هذا القرآن. قرآننا الواحد قرآن هو احنا ديننا الدين الاسلام. قرآننا الواحد قرآن هو احنا ديننا الدين الاسلام. يعني الشيعة ما عندهم قرآن ثاني؟ ما عندهم قرآن ثاني نهائيا. هو نفس القرآن اللي ينقرأ بكل العالم الاسلامي هو موجود عند الشيعة. كل المذاهب وكافة الدول الإسلامية هو هذا القرآن الواحد. بدت الأمور تتعقد عندي، كل ما أحاول إثبات شيء من الأمور اللي جاي أثبتها ينقلب الأمر علي، فلا صلاتهم لغير الله ولا سجودهم للأصنام ولا عندهم قرآن غير قرآن المسلمين. والله إني ما شفت في هذا الطريق غير الأمور اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا بيها، أطعام الطعام بمختلف ألوانه وأشكاله وأصنافه، بل وأجود أنواع الطعام وأغلاه موجود بهالطريق، والغريب إنه يقدم بأي ثمن. اسمعوا. هذه آخذ الأكل وين أروح أدفع فلوس؟ يا فلوس يعني غير ثمن الأكل؟ هذا مجان ثواب الإمام الحسين. يعني بلاش؟ أقدر آخذ؟ تفضل حبيبي. شكرا. اي نعم مجانا بثواب الامام الحسين سيد شباب اهل الجنه. وشفت ايواء الضيف من مختلف الجنسيات اللي حاضره في هالزياره، واقامه الصلاه وقراءه القران بالطريق، وتعليم الناس احكام دينهم والاجابه على مسائلهم الشرعيه. كل هذه الامور موجوده بطريق الزياره، طريق الملايين، نعم ملايين مو مليون واثنين. راجعوا الاحصائيات الرسميه الخاصه بالزيارات وراح تتفاجئون من اعداد الناس اللي يجون للعراق وهم ما شايلين هم ماكلهم ومشربهم ومبيتهم. أما مسألة المشي وعدم استخدام وسائل النقل فهو شيء مرتبط بالقادرين على أداء الزيارة بهالطريقة، لأن العمل الصالح كل ما كان شاق ومتعب أكثر كان ثوابه أعظم، والروايات الصحيحة تثبت هذا الشيء. أما المعذور وغير القادر فيستخدم وسائل النقل ويروح يؤدي واجب الزيارة والعزاء لأهل بيت النبوة. فمحبة لله ولرسوله اتركوهم في حال سبيلهم، وكفاكم تلفيق وكذب ناس مفجوعين لأكثر من 1300 سنة بإمامهم الحسين يرفضون ترك البكاء وتجديد العزاء بكل عام، لأنهم يشوفون فضل الإمام الحسين عليهم هو امتداد لفضل الرسول، لأن الإسلام الصحيح محمدي الوجود حسيني البقاء. شارك المقطع نصرة للمذهب.